نكمل يا جماعه تحليلنا عن فيلم الساده الافاضل. احنا طبعا بنحلل الكوره والسينما طبعا، وانا بحب اي حاجه خاصه بالسينما فيها ابداع وفن وتالنت من رب العالمين او موهبه، طالما ما فيهاش يعني حاجه اباحيه والكلام ده كله. اي موهبه انا بحبها خاصه بالسينما، سواء كتاب او مؤلف او اخراج. طبعا صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، مش هتخسر اي شيء. والله اصحابنا في التيك توك يخش على اللينك بتاع اليوتيوب ويشاركوا معانا، واليوتيوب كمان اشتراك في القناه مجانا، والله مش هتخسر اي شيء. ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك. فيلم السيد الافاضل يا جماعه قلنا اللي هو نزل في اكتوبر اللي فات 2025، وطبعا في نخبه من الممثلين الكثر جدا. وانا طبعا بعمل الفيديو شورت عشان ما احبش اكون تقيل عليكم ان انا اطول واعدي الفيديو بقى 4 5 دقائق. طبعا يا جماعه من المشاهد اللي هي كانت لطيفه قوي في الكوميديا اللي انا قلت لكم عليها، ان حته هم كانوا شايلين الولد الميت وبيعدوا بيه من بيت لبيت عن طريق لوح خشبي بولتي وهو وقع. ده السربرايز، ده المفاجاه. ان طبيعي ان اي حاجه زي كده فيها سسبنس وحيله ان هي بتعدي في اي فيلم وربنا بيستر عليهم وبيعدي المشهد، لا ان هو الجمال اللي هم وقعوا بيه. انا شفت المشهد متع نفسي من الضحك، عدته كذا مره على فكره هذا المشهد. فبجد انا للاسف انا مش اي حاجه بتضحكني، انا تقيل في الضحك لان انا بحب اهزر وانا اللي بضحك دايما. مش استنى الكوميديا اما بتجيلي انا مش بضحك عليها بسهوله. اضافه كمان اللي يعيب بس يعني 3 كتاب هذا العمل يعني يعيبهم حاجه معينه. انا زعلان في افيه معين اتقال من الفنان محمد ممدوح. طبعا محمد ممدوح جامد جدا في التمثيل وكاريزما وستايل وبتاع، ولكن الافيه اللي هو دايما كان بيقوله للفنانه ناهد السباعي، بيقول لها مداري صدرك يا ولي، مداري صدرك يا ولي. ايه الهطل ده؟ ايه السفه ده؟ واحده في العزا لابسه عبايه سمراء كامله ومقفوله من الرقبه لحد هنا، فين صدرها اللي باين؟ ايه الافيه المبتذل الجنسي، الافيه المبتذل ده؟ وازاي كتاب السيناريو المبدعين الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم، اللي احنا قلنا اسمه مصطفى صقر، والتاني اسمه محمد عز الدين، والاخ الثالث عبد الرحمن جويش، 3 مؤلفين مع كريم الشناوي المخرج، يوافقوا على هذا السفه ازاي؟ بقى في مبتذل. ما عجبنيش خالص هذا السفه. لكن انا بقول لكم كل المساوئ والعيوب. ومن ضمن المزايا الجميله في هذا العمل ان هو الفيلم كوميدي سوداوي، بس مش خفيف، فيلم تقيل. وعطى لكل واحد ممثل النهايه بتاعته الطبيعيه في الطمع بتاعه، عشان الفيلم اسمه سيد الافاضل كلهم يدعوا الفضيله، وان هو ماسك فيس وشوش مزيفه وجواهم حاجات وحشه. والمؤلفين عطوا كل واحد النهايه بتاعته الطبيعيه للطمع بتاعه والجشع. يعني بيومي فؤاد مات، اشرف عباية لما دخل على اخوه اللي هو عامل نفسه ميت وبيكذب على الناس، اشرف عباية راح يمضيه على بيع حاجه معينه ورقبت بيومي فؤاد مش عارف يقوم يعمل ايه وهو بيكذب. فكل واحد خد جزاؤه في الطمع. فده من جمال هذا العمل الكوميدي. شابوه لفيلم الصدى الافاضل. اتفرجوا عليه وخدوا وقتكم اتفرجوا عليه بعد ما تكونوا خلصتوا